وقت اللي مثلت مع بابا بالواسطة، آخر همي العالم شو بيفكروا بعلاقتي مع بابا. آخر همي أنا ليش انزعجت من سوزان. بعدك لليوم رافضة تنهي الخلاف مع الفنانة سوزان نجم الدين؟ وليه؟ يا الله والله ما في خلاف، ما في لا خلاف ولا صلاح، سوء تفاهم صار وخلصت القصة. وباي ذا واي كان سوء التفاهم مع اختي مو معي، بس الاخبار ليعملوا القصة ترند اكتر، لانه انا يعني معروفة اكتر على السوشيال ميديا، حطوا اسمي بدال اسم اختي. ما في شيء يعني، لا هي بتعرفني ولا انا بعرفها. حتى هي وبابا، هي شي مرة اشتغلت مع بابا؟ ما بظن. اشتغلت معه؟ ما اشتغلت معه. يعني انا بحياتي من يوم خلقت لليوم ما شفتها ولا مرة وجها لوجه. فانه هي تعطي حالها الاحقيه تطلع وتحكي قصص وخرافات وخزعبلات ما أنا صايره عن علاقتي ببابا انا او اخواتي. آه، يعني مو من حقها، بس خلص هي هيك هيك شخصيتها، هيك نوعيتها، هيك طبعها، بدها تحكي، بدها تعمل بلبله، حرة مع نفسها. خلاص أنا شو بدي فيها؟ أنا حياتي وحياتها مو مأثرة على بعض، إذا اتخانقنا تصالحنا. وآخر همي العالم شو بيفكروا بعلاقتي مع بابا. آخر همي أقعد دافع عن حالي أنا قد إيه بحب أبي، او انه انا ليش انزعجت من سوزان. اصلا منطق هي المفروض من حالها تعرف قبل ما كانت تنشر الصوره الفلانيه انه ما لازم تنتشر. قلتي انك مثلتي بالواسطة. إيه. اكيد لا. لانه وقت اللي مثلت مع بابا بالواسطه، كان شو الواسطة اللي عمرها مدري كم سنة صار لي عم بترجى فيه. بس وقت اللي مثلت مع بابا أنا فتت صح، وكان عندي أساتذة يدرسوني، يعني طنط وفاء موصلي، أستاذ كفاح الخوص، أساتذة أسماء كبار عم يعطوني أدوات بالتمثيل. أنا كنت مستمتعة فيها. كنت بالجامعة بعدني عم بدرس، وجيت على الشام لحتى أصور، ومعي مشاريع الجامعة تبعي جايبتها، وبين دروس التمثيل وبين أحفظ دوري كان يعني. حتى كنت بتذكر بابا يفيقني 4 5 الصبح لنطلع على اللوكيشن، ارجع 12 1 بالليل. فهذا النوع التعب ما كان بالنسبة إلي مرهق، كان بالنسبة إلي ملذة. كان طيب هذا التعب لأني مستمتعة فيه. فمستحيل أندم بكل حياتي على اللي بابا قدم لي إياه، بالعكس بشكره عليه. عم يجيكي هلا عروض بالدراما؟ يعني بصراحة ايه، اعمال معربة. ايه يعني بعدنا بتور او بمرحلة الكاستنج. ما هلا ما سمعت شيء يعني، بس بعرف انه في كذا حدا من عرفتي من رفقاتي من جيلي من عمري كمان مطلوبين على نفس الدور، اجاهم نفس الكاستنج. يعني بتمنى الخير للكل. في مثل بالانجليزي بيقول لك there is enough sun for everyone. يعني اذا هلا انت طلعتي وتشمستي او وقفتي عند الشمس، رح تاخدي من ضوء الشمس تبعي بدبي او بالصين او بالهند؟ لا، كل واحد عنده لإله ضوء كافي لإله.